سبب اختلاف لون البشرة عند الإنسان أشعة الشمس زائدا فيتامين دي. باختلاف هاي النسب الجسم طور تقنية وهي اختراع مادة الميلاتونين اللي تكون على الجلد كدرع حماية ضد أشعة الشمس القوية. لذلك نشوف هاي النسبة تزداد بالمناطق الحارة مثل أفريقيا، لذلك نشوف البشرة يمتلكون بشرة سوداء، بينما بالمناطق الباردة مثل أوروبا نشوف البشرة يمتلكون بشرة بيضاء، بينما المناطق المنجمدة نشوف البشر يمتلكون بشرة حمراء أو وردية لانعدام أشعة الشمس تقريبا، فما يحتاج مادة الميلاتونين أصلا. هسه يسأل سائل ليش الجنوبي بالعراق أسمر بينما الشمالي أشقر؟ نفس السبب هذا. الجسم طور تقنية ثانية وهي مناطق التهوية اللي بالجسم، وهي الأنف والفم تكونن كبيرات نسبيا بالمناطق الحارة. ليش؟ على مود دخول وخروج الهواء بشكل سريع على مود الجسم يحافظ على البرودة داخله بسبب إنه الجو حار. بينما بالمناطق الباردة والمنجمدة الأنف والفم يكونن صغيرات نسبيا بسبب إنه برودة الجو، فالجسم على مود يحافظ على حرارة داخله. هسه يسأل سائل ليش سبب إنه أكو مناطق حارة بينما نشوف بشر يمتلكون بشرة شقراء اللون وبيضاء اللون؟ السبب هو اختلاف الجينات واختلاط الأعراق بسبب الاحتلالات اللي صارت عبر التاريخ. طبعا وهذا كله يرجع إلى نظرية التطور بالصميم.